احنا النهاردة هنتكلم عن قضية مهمة جدا في المسيحية، هي الثالوث. احنا أكدنا في الحلقة اللي فاتت إن احنا بنؤمن بإله واحد، لكن حاجة مهمة جدا محتاجين نحطها في فكرنا، إن الإنسان محدود جدا والله غير محدود. زي ما يكون في نقطة مية بنحاول نفهمها يعني إيه بحر. الموضوع بالنسبة لي كإنسان غريب جدا من منطقي، لكن لو فكرت من منطق الله هوصل بسهولة. وعلشان نتكلم على أمثلة لازم نقول حاجة مهمة جدا عن المثل بنشبه بيه من زاوية واحدة. التشبيه مش بينطبق 100% على الأصل. لما بنقول فلان بيجري زي الحصان مش قصدنا إنه باربع رجلين، لكن إنه سريع زي الحصان. الله صعب جدا نحطه في تشبيه لأنه لا يشبه علشان هو مفيش زيه، لكن إحنا هنستخدم فكرة التشبيه علشان بفكرنا المحدود نقدر نفهم زاوية واحدة. لو في عالم من المربعات كانوا عايشين مع بعض في سلام، كل مربع منهم عارف إنه متكون من مجموعة من الأضلاع، مع إن في اختلافات ما بينهم، رفيع والتخين، لكن عارفين كلهم إنهم في الآخر مربعات. لغاية لما جه في يوم من الأيام لقوا كائن مختلف عنهم، هو زيهم لكن برضه مش زيهم. كل المربعات قالوا ده عبارة عن 6 مربعات ماشيين مع بعض، لكن الكائن ده كان بيقول لهم أنا واحد لكني مختلف. زي ما انتوا فيكوا أضلاع مختلفة وانتوا مربع واحد، أنا ممكن يكون فيا 6 مربعات لكن أنا واحد واسمي مكعب. كان بالنسبة للمربعات دي فكرة صعبة لأنها مختلفة عنهم. إزاي هو متكون من 6 وفي نفس الوقت واحد؟ ده فكر مبسط للثالوث في المسيحية. نؤمن أن الله واحد في 3 كيانات إحنا بنقول عليها أقنوم، وكل أقنوم ليه صفاته. زي المربعات كل واحد ليه خواصه، لكن مع تجمعهم عملوا مكعب واحد. المسيحية تؤمن أن الله ثالوث، لكن في نفس الوقت هو إله واحد.